بنت محبوسة بين حيطان مكان ضيق، وهي خايفة جدا وبتنده على أبوها علشان يجي ينقذها. وفجأة بينزل أسمنت من الجدران وبتفضل تصرخ لكن محدش بيسمعها، والأسمنت بيغطيها وبتدفن في مكانها. القصة بتبدأ لما شركة هندسية بتبعت مهندسة شابة اسمها سامانثا علشان تراجع حالة مبنى قديم قبل ما يتهد. المبنى بعيد منعزل ومريب، من أول لحظة مفيش سكان غير واحد غريب الأطوار وطفل صغير بيبصلها نظرات مش مفهومة. وبنرجع سنة لورا وسام في حفلة عيد ميلادها، وبتكون لسه متخرجة من كلية الهندسة، وبعد ما بتطفي الشمع بينده لها أبوها واللي بيكون عنده شركة متخصصة في هدم المباني الضخمة، وبيقدم لها هدية وهي إنها تقوم بالإشراف على هدم مبنى ضخم جدا، وبيعرفها إنها لو نجحت في المهمة دي هيخليها شريكته في إدارة الشركة. وبيقول لها إن المبنى ده مميز جدا وضخم وتصميمه فريد من نوعه، وبيقدم لها هدية تانية وهي رحلة لأوروبا هي وخطيبها بيتر بعد ما تخلص مهمة هدم المبنى. وبتاخد عربيتها وبتروح على المبنى اللي بيكون في مكان بعيد ومنعزل، وبيكون المبنى من تصميم المهندس المعماري جوزيف ميلسترازا، واللي بنعرف إنه مهووس بالحضارة الفرعونية القديمة. وبتدخل سام المبنى وبتقابلها ماري مسؤولة عن المبنى واللي بتبقى عايشة فيه هي وابنها الوحيد جيمي. وتعرف سام عليه وبتطلب منه يوريها الشقة اللي هتعيش فيها لحد ما تخلص المهمة بتاعتها. وبياخدها جيمي وبيطلعوا وبيعرفها على شوية قواعد وقوانين في المبنى، إن مثلا التدخين ممنوع في المبنى، وممنوع تطلع للدور الثامن لأنه بتاع المهندس جوزيف، وكمان ممنوع تطلع للسطح لأنه هيبقى خطر عليها. وبعدها بتدخل سام تستحمى، تسمع صوت غريب جاي من ورا مراية الحمام لكن ما بتهتمش. وبعدها بتقابلها ماري، بتسألها سام عن عدد الأشخاص اللي عايشين في المبنى، فبتعرفها إنه تم إخلاء المبنى من جميع السكان ما عدا ماري وجيمي، واتنين كمان من السكان رفضوا إنهم يمشوا من المبنى. تاني يوم بتبدأ سام تستعد لتحليل ودراسة هيكل المبنى علشان تعمل التقرير المطلوب للهدم وتبعته للشركة، والمفروض تكتب فيه الأماكن اللي هيحطوا فيه الديناميت وكمياتها، وكمان الأماكن الضعيفة اللي هتساعدهم في هدم المبنى. وبعدها بتكون جعانة فبتروح تشتري أكل، وبتسأل هناك صاحبة المحل على كمبيوتر وإنترنت في المكان، فبتسمح لها تستخدم الكمبيوتر بتاعها. وبتبتدي تعرف تاريخ المبنى، بتكتشف إنه من كام سنة في مجموعة من الأشخاص اختفوا، وبعدها اكتشفوا إنهم ماتوا واتدفنوا وهم أحياء في غرفة صغيرة في المبنى تحت الأسمنت، وكان عددهم 16 شخص ومن ضمنهم المهندس جوزيف اللي صمم المبنى نفسه. وبتعرف إن في التحقيقات اتهم واحد من عمال المبنى في قتل 16 شخص، لكن بعدها اتضح انه بريء والقضية اتقفلت واتأيدت ضد مجهول. وبعد ما سام بترجع المبنى بتبتدي تعلم على الأماكن اللي هيحطوا فيها الديناميت، وبتتفاجئ بواحد بيجي ناحيتها ومعاه فاس، وبتعرف انه واحد من السكان اللي رفضوا انهم يمشوا من المبنى، وبيبقى متضايق انهم بيهدموا المبنى ومش هتلاقي مكان يعيش فيه. بالليل بياخدها جيمي للدور الثامن، وطبعا ماري أمه ما بتكونش عارفة، وبيحكي لها عن المهندس جوزيف اللي مات بداخل جدران المبنى، وبياخدها لمكانه وبيوري لها الجدار اللي لقوا فيه جثة جوزيف مدفونة جواه. وبيقول لها إنهم لما لقوا الجثة ما قدروش يتعرفوا عليه لأنه كان وشه مشوه من الأسمنت، وإن ماري هي اللي قدرت تتعرف عليه. وبيحكي لها إن كان من ضمن الضحايا 16 بنت صغيرة اسمها جولي، واللي شفناها بيغطيها الأسمنت في البداية. وبيعرفها كمان إن أبوه كان من ضمن الضحايا اللي لقوها، وبيوريها الجدار اللي لقوا فيها جثته. لكن فجأة النور بيقطع وبتخاف سام وبتجري وبتقع ورجلها بتتعور، وبياخدها جيمي علشان يعالج لها الجرح، وبيبتدي يقرب منها بطريقة مش ولا بد لكنها بتصده، وهو بيتصدم من كلامها وبيتضايق وبيمشي. وفي الشقة سام بتشوف وراها مراية متعلقة على الحيطة بتتحرك لوحدها، فبتروح تشيلها من مكانها وبتلاقي دم خارج من المكان المتعلقة عليه المراية في الحيطة. بتتفاجئ بإيدين بتسحبها لجوه الحيطة، وبتفوق وبتلاقي نفسها بغرفة ضيقة والأسمنت بينزل عليها من كل مكان، وبتبدأ تصرخ علشان حد ينقذها لكن محدش بيسمعها، وبتدفن في الأسمنت. بتصحى وبتعرف إنه كان كابوس، وبتبقى خايفة جدا وبتفضل قلقانة وبتحس بحد في الشقة، فبتقوم تشوف فيه إيه، وبتتفاجئ ببيتر خطيبها اللي جاي يطمن عليها. وبعدها بتاخده في هدوء وبيطلعوا على الدور الثامن وبيكتشفوا ممر سري وبينزلوا علشان يشوفوه. بتلاقي سام فاتحة في الجدران بيتجسسوا منها على كل الشقق اللي في المبنى، فبتتأكد ساعتها من إن جيمي كان بيتجسس عليها وهي في شقتها، فبتتعصب. ولما بتقابل ماري بتقول لها إن جيمي كان بيتجسس عليها وربوا عيالكوا بقى،
فجيمي بيتحرج وبيمشي، ولما بيرجعوا الشقة بيتر بيقول لها إنهم لازم يمشوا من المكان ده بكرة الصبح، وهي بتوافق. وبنشوف جيمي وهو بيتجسس عليهم وبيبقى متضايق وغيران على سام. والصبح سام بتجهز شنطتها علشان تمشي وبتكتب التقرير النهائي لهدم المبنى، لكن بيجيلها جيمي وبيعتذرها على اللي عمله وبيديلها هدية، وهي مخطط للرسم المعماري للمبنى بخط إيد المهندس جوزيف نفسه. فبتلاحظ سام إن في مساحة كبيرة مفتوحة في وسط المبنى، فبيقرروا يطلعوا على السطح علشان يلاقوا مدخل للفتحة السرية اللي في وسط المبنى. وبيختفي جيمي وبيقلقوا عليه، بيروحوا علشان يدوروا عليه. بالصدفة بيكتشفوا المكان اللي فيه الفتحة السرية في وسط المبنى. بيسمعوا صوت من تحت بيطلب المساعدة وبيقول إنه مصاب. فسام بتخلي بيتر يمسك حبل متعلق في السقف وينزلها بيه علشان تنقذه، لكن بيتضرب سهم على بيتر وبيتعلق في الحبل وبيموت. وسام بتكون مصدومة وبتقع وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي الشخص معاها في المكان، وبتتفاجئ إن المهندس جوزيف اللي صمم المبنى وإنه ما ماتش وإنه كان محبوس طول الفترة اللي فاتت في المكان ده. بتلاقي جيمي بيرمي لها ورقة من فوق مكتوب فيها إنه بيحبها وإنه مش هيسيبها تبعد عنه، وهيخليها تعيش مع المهندس اللي معجبة بعقليته وتفكيره لغاية ما تحب جيمي زي ما هو بيحبها، ولو ما نفذتش أوامره هيخلص عليها. وبيقفل عليها وبتكتشف إنها وسط 2 مجانين، فبتخاف وبتنده عليه بس ما بيردش، وبيروح ياخد تقرير الهدم اللي هي عاملاه وبيبعته لأبوها في البريد، وبيتخلص من عربيتها في البحيرة علشان يبان إنها سافرت مع بيتر الرحلة بتاعت أوروبا. وبنرجع لسام المرعوبة وهي بتسأل جوزيف عن بيتر، فبيتجاهل سؤالها وبيبصلها وبيعرفها إنهم لو ما نفذوش كلام جيمي هيخلص عليهم هما الاتنين، وده لأنه شخص مش طبيعي وخياله واسع. وبيبص عليهم جيمي من فوق وبيطلب منهم إنهم يرقصوا وبينفذوا كلامه. بعدها سام بتعيط وجيمي بينزل لهم أكل وجهاز لاسلكي وبيتكلموا فيه، وبتترجاه يخرجها لكن هو بيرفض، وبيقول لها إنه هيسيب لها فتحة السقف مفتوحة علشان تبص للسما وتفكر فيه. وبعد شوية السما بتمطر وفجأة بيظهر جزء من جثة مدفونة. تتصدم سام وبتصرخ، ولما بتهدى جوزيف بيحكي لها إنه محبوس بقاله سنين في المكان ده، وإن ماري انتقمت منه علشان قتل جوزها وحبسته هنا، وأخدت الخاتم بتاعه ولبسته لجثة مشوهة، وبكده الشرطة اتأكدت إنه مات. بيقول لها إنه خايف مصيرها يكون زيه. وبتفكر سام وبتمسك أدواته وبتقدر تحطها في الحيطة وبتعمل بيها صوت، وبيسمعها من خلاله جيمي وماري اللي بتتفاجئ ان سام محبوسها مع جوزيف، وبتتعصب على ابنها وبتقوله ان اللي عمله ممكن يدخلهم السجن. وبعدها بنشوف سام بتحاول تضحك على جيمي وبتقوله في اللاسلكي انها بتحبه وانها عايزه تبقى جنبه، لكن بيوصل ابوها ومعاه ناس من شركته علشان يهدموا المكان. فبيقول لها جيمي انه هينقذها، لكن ماري بتسمعه وبترفض وبتقول له ما ينفعش يخرجها علشان ما تعترفش عليهم. في الوقت ده هي هتتسجن وهو هيودوه دار أيتام. فبتغضب سام وبتكسر اللاسلكي، وفجأة جوزيف بيبصلها وبيضربها على راسها فبتفقد الوعي. وبعد شوية بتفوق وبتلاقي إيديها مربوطة، وجوزيف بيحفر حفرة وبيقول لها إن السبب في خلود المعابد والمباني هي دفن أشخاص أحياء فيها، وإنه دفن 15 شخص أحياء في المبنى وفاضل شخص واحد علشان يبقوا 16، وبكده المبنى مستحيل حد يقدر يهدمه. وبيعرفها إن في أنابيب أسمنت هتملى المكان اللي هم فيه. وفي نفس الوقت أبو سام بيسأل عليها، وماري بتقوله إنها خرجت مع بيتر في الرحلة ومرجعوش. وبنشوف سام قدرت تفك إيديها وبتمسك حديدة، وبتتصدم لما جوزيف بيطلب منها إنها تخلص عليه وبيترجاها، ولما بترفض بيهددها إنه هيخلص عليها لو سابته يعيش. فبتخاف ساعتها وبسرعة بتخلص عليه. في الوقت ده بيكون ماري وجيمي بيخرجوا من المبنى، والعمال بيجهزوا المكان علشان المبنى هيتهدم بعد 3 دقايق. بتكون سام قاعدة في مكانها ومستسلمة لمصيرها، وفجأة جيمي بيقرر ينقذها وبيجري ناحية المبنى. فبيسمعوا أبو سام بينده على بنته، فبيوقف العد التنازلي. كل الموجودين بيجروا ناحية المبنى، وميري بتعيط وبتنهار. وبيوصل جيمي والعمال للحفرة وبيشوفوا سام والأسمنت مغطي نص جسمها، فبيتصدم أبوها ويقول لهم يتصلوا بالأسعاف. وجيمي بيرمي نفسه على الأرض جنبها وبيقول لها إنه بيحبها وبيموت. والإسعاف بتيجي بتنقذ سام، وبعدها الشرطة جت تقبض على ماري بتهمة خطفها لجوزيف واحتجازه. وفي النهاية بنعرف إنه جوزيف بنى 27 مبنى ولسه موجودين لحد الآن، والمبنى اللي كانوا هيهدموه من أجمل المباني اللي بناها، وفي الآخر مات فيها. ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات واللايك والسبسكرايب الجميل، وشكرا إنك اتفرجت للآخر.